السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة النيماتود ألا وهو الأنكريستوما ديودينال، وده ممكن يجي في الأطفال اللي بتلعب في الطين أو العمال اللي بيشتغلوا في الطوب أو المزارعين. في البداية الأنكريستوما ديودينال ودي بنقول عليها الهوك وور. يعني إيه الهوك وور؟ يعني الديدان الخطافية، وهنعرف في الفيديو ليه بنقول عليها الديدان الخطافية. أما هي بتعيش فين والهابيتات بتاعها بيكون فين؟ فبيكون في السمول انتستين، وبالأخص في منطقة الجيجينم في الانسمول انتستين. اما على المورفولوجي بتاعها وده مهم عشان نعرف ازاي هي بتسبب الديزيز. هنا لو بصينا على البكة الكبسول وهو اهم جزء فيها، هنلاقي ان هو فيه اسنان مدببه، ده بيساعدها ان هي تخرم في التشو وبعدين تعمل صك للبلاد تفضل تمتص في البلاد، وده من الاعراض اللي بتؤدي للانسان ده بيتعرض للانيميا اللي بتبقى ظاهره عليه خالص. وفي اعراض تانية كتير هنعرفها من خلال الفيديو. اما ان هي كمان راوندد وور، وكمان بتتكون من ميل وفيميل. وعشان نفرق بين الميل والفيميل، فاحنا الميل هتلاقي الجزء اللي في الاخر بتاعه ده ان هو عريض كده، بنسميه كابولاتي بيرسا. اما في الفيميل فبنلاقي ان الجزء بتاعها مدبب. اما عن الاكستراسايكل، فلو تخيلنا ان معانا الانسان ده، والانسان ده مصاب بالانكلوستوما ديودينال اللي موجوده في السمول انتستين، وشغاله تخرم في التشو وشغاله تعمل صك للبلد وشغاله تتغذى على الغذاء اللي هو بيحصل عليه، فبتكبر والميل بيخص بالفيميل، وبعدين بينزلوا البويضات بتاعتهم في الستول اللي بينزل في التربة. أول ما الإج ده بينزل في التربة، ده بيكون الوسط مناسب ليه. هو في البداية الإج ده أصلا بيكون immature، يعني مش جواه الأدلت وور، بيكون immature. بعدين بيحصل له هاتشد أول ما ينزل في التربة عشان يتحول للفيرست ستيج لابيداتي فورم لارفا. بعد ما بيتكون الفيرست ستيج لابيداتي فورم لارفا، ده بيحصل له حاجة اسمها فيرست مولت. يعني ايه فيرست مولت كده؟ يعني بيحصل له انسلاخ. يعني ايه انسلاخ؟ يعني بيبدأ يغير من شكله، فبيتحول لحاجة اسمها سكند ستيج رابيداتي فورم لارفا. بعد الرابيدا سكند ستيج رابيداتي فورم لارفا بيتحول تاني ويحصل له سكند مولت، وبعدين يحصل له انسلاخ تاني ويتغير في شكله عشان يتحول لحاجة اسمها فيرست ستيج فيلاري فورم لارفا. الفيرست ستيج الفلاري فورم لارفا دي مش بتحب تقعد في التربة من تحت خالص، بتحب تروح على السطح بتاع التربة. بتحب التربة المندية كده، التربة اللي بيبقى فيها شوية مية كده، تمام، بتكون موجودة فيها. فالإنسان ده سواء مزارع أو سواء واحد بتاع طوب بنا فبيشتغل في الطين، أو سواء طفل مش لابس حاجة في رجله، فده بتستغل الفرصة دي عشان تعمل إيه؟ تعمل بنتريشن الإسكان وتدخل في جسم الإنسان. أما بعد ما عملت بنتريشن الإسكن ودخلت جسم الإنسان من خلال الإسكن ده، فبتلاقي أقرب بلاد فيزلز عشان تدخل جوه، وبتلف مع السيركوليشن عشان توصل لللنج. في اللنج بتكبر وتبقى سكند ستيج فيلاريفورم لارفا. هي طبعا قبل ما تعمل بنتريشن كانت حاجة اسمها فيرست ستيج فيلاريفورم لارفا، ولكن لما دخلت في اللنج كبرت وتحولت لسكند ستيج فيلاريفورم لارفا، وده يعتبر الفورس مولت. كده حصل 3 مولت خارج جسم الإنسان، وواحد مولت حصل داخل جسم الإنسان. بعدين بعد ما تدخل اللنج ده فهي عاوزة تروح للمكان بتاعها، الهابيتات بتاعها زي ما اتفقنا، فبتروح بعدين تدخل في البرونكاي، بعد البرونكاي تدخل في التراكية، بعدين تركب وتصعد تاني تروح لللارنجس، بعدين بتركب للفارنجس، بعدين الإنسان بيجي إيه يبتلع عشان تروح للمكان بتاعها هي السمول انتستين. أول ما بتوصل للسمول انتستين بتروح للمكان بتاعها هي جيجنم، وبتتحول لأدلت ميل وفيميل. والأدلت ميل والفيميل دول بيسببوا المشاكل بقى اللي هنعرفها حاليا. اما بعد ما عرفنا الاكسترا سايكل والانترا سايكل، فحابين نعرف دلوقتي حاليا مين الديفينيتيف هوست ومين الدياجنوستيك ستيج ومين الانفكتيف ستيج وازاي حصل اصلا الانفكشن من الاول. لو قلنا مين الديفينيتيف هوست فهو الانسان هو اللي اتعرض للديزيز. طيب ازاي حصل المود اوف انفكشن؟ ده حصل بالنتريشن اوف سكين. طيب في طريقه تانية ممكن تحصل، الانسان لو شرب ميه ملوثه وكانت بتحتوي على الفيلاري فورم الاربعه، ولكن هي ممكن تبقى يعني ضعيفة إلى حد ما، لأن الإنسان لو شربها ونزل الاستومك ال HCl هيقضي عليها، هيقضي على الفلايرفورم الأربعة.
ولكن ممكن يحصل الديزيز لو هي في البكل بتاع الاورال البكل ده، وراحت عملت قبل ما تنزل الاستومك، راحت خرمت فيه ودخلت فيه وراحت للاجرا بلاد فيسلز، فممكن تسبب الديزيز برضه في اللحظه دي. طيب مين الانفكتيف ستيج؟ الانفكتيف ستيج طبعا اللي عمل بنتريشن للسكن هي الفلاريفورم لارفا. طيب مين الدياجنوستيك ستيج؟ الدياجنوستيك ستيج هي الايج اللي موجوده في الاستول دي، لو فحصناها هنلاقي الايج دي موجوده في الاستول. طيب مين الهابيتات؟ الهابيتات طبعا كانت الجيجينال بتاعه السمول انتستين. اما الكلينيكال بيكتشر، فالاعراض اللي بتعرض لها البيشنت لو اخدناها بالترتيب من اول السكين بنتريشن. السكين بنتريشن لو تخيلنا ان احنا معانا سكين ده وحصل له بنتريشن بواسطه الفلاريفورم لارفا، فده بيؤدي لتكوين حاجة اسمها الجراوند اتش. الجراوند اتش ده عبارة عن احمرار في الجلد كده، وبيبقى معاه حكة جامد، وبيتكون فيما بعد لحاجة بص وبستول في المنطقة دي. اما الستيج بتاع الميجريشن ده اللي هو لما دخلت البلاد فيسلز وراحت مع السيركوليشن عشان توصل لللنج، فهي بتعمل سندروم مهم جدا ان احنا نعرفوه، هو اللوفران سندروم. ايه اللوفران سندروم ده؟ عبارة عن كذا اعراض بتظهر للبيشنت، منها الفيفر ارتفاع في درجة الحرارة، وكمان بتظهر عليه الايزينوفيليا هي زيادة في عدد كرات الدم البيضاء، وكمان الهيموبتيزس الانسان ده بيلاقيه بيكح دم، وكمان الديزنيا هو مش قادر ياخد نفسه. اما بعدين هي عايزه تروح للمكان الرئيسي زي ما اتفقنا اللي هي بتوصل ليه هي الانتستين فيز. الانتستينال فيز هنا هي وصلت خلاص للمكان بتاعها، فبتعمل كذا حاجه، هي شغاله تخرم في التشو في المنطقه دي، وبتعمل ألسر بسبب الحاجه دي، وكمان بتعمل حاجه اسمها ميلينا. ميلينا ده هو ده حاجه اسمها البلاك ستول. يعني ايه البلاك ستول؟ وده اصلا ليه بيظهر؟ هي شغاله بتخرم في التشو وشغاله بتعمل سكر البلد، فالبلد شغال ينزل في السمول انتستين، والبلد كده بيبقى فيه انزيم لما بيخليه يتحلل ويبقى شكله اسود، فلما بينزل مع الاسطول البلد ده وهو بينزل مع السمول انتستين، فبيبقى شكل الاسطول ده اسود، بيبقى يقول لك شكل الاسطول بتاعه اسود طينه. وكمان بيظهر من الاعراض بتاعته الفومتنج والاحساس كمان بالترجيع، وكمان الديارية اللي بتبقى كتيرة، وكمان الإنسان ده بيبقى فيه أبدومينال بين فظيع. وغير كده بيظهر عليه نوع من أنواع الأنيميا هي الميكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا، وده اللي بيظهر بسبب إن الدودة دي شغالة بتخرم في التشو وشغالة بتنزل الدم ده، وشغالة غير كده يعني هي يعني شغالة تفرز الأنتي كواجولانت يعني عشان يزود سيولة الدم ده عشان تقدر تمتص دم أكتر. وكمان من وحشتها وصعوبتها ان هي لما بتخلص مكان بتروح المكان ده تسيبه وتروح للمكان التاني، فبتخلص كمية كبيرة من الحديد اللي موجود في الدم، فبيظهر نوع من انواع الانيميا هي الميكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. وكمان بيظهر على البيشنت ده بسبب التوكسين اللي بيروح على البرين، بيظهر فيزيكال ومنتال ريدارتيشن، بتلاقي الانسان ده اتأخر ذهنيا وعقليا. وكمان حاجة اسمها البايكا. البايكا ده عبارة عن ايه؟ البايكا ده عبارة عن انسان ده تلاقيه شغال ياكل جزاز ياكل طين، يعني ايه، هتلاقي كده بياكل حاجات كده غريبة، ده بسبب ايه؟ ده بسبب الانكليستوما ديودينال. اما عن التشخيص فبيتم من خلال الهيستوري. الهيستوري ده اللي احنا بنعرف ان الشخص ده هو مزارع فبيتعامل مع الطين كتير، وكمان البنا اللي بيتعاملوا مع الطوب وبيبنوا الطوب الطيني ده فبيتعامل برضو مع الطين بشكل اكتر. وكمان البلر يعني شحوب في الجسم، وده بيحصل بسبب الانيميا. وكمان لما بنعمل السي بي سي اللي هي الكومبليت بلاد كاونت، فبنلاقي ان الايزينوفيليا هي زياده في عدد كرات الدم البيضاء زي ما اتفقنا، وبنلاقي كمان نوع من انواع الانيميا زي ما احنا اتفقنا الميكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، وده بيحصل بسبب نقص الحديد. اما لو فحصناه بالدايركت ميكروسكوب وشفنا الستول ده فهنلاقي ان هو موجود في الايج. ولو حطيناه على كلتشر عشان نتأكد، حطيناه على كلتشر كده عشان نتأكد، فهنلاقي ان هو حصل له هاتشت وطلع اللارفا منه، فده بنتأكد منه ان هي بتاعة الانكلوستوما ديودينال. اما جينا هنا لأهم جزء، ازاي بنعمل علاج. العلاج ده بيكون من خلال الالبندازول او الميبينيدازول،
وده بيكون عشان نقضي على البرازيت. ولكن في اعراض ظهرت الانيميا وغيرها ان هي شغاله تعمل صك في البلد، فاحنا لازم نديله اكل يكون غني بالبروتين، وكمان نديله الحديد اللي هو اصلا نقص عنده وادى الى ذلك ان هو حصل له مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا. دادة الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام موجودة في لينك اسفل القناة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على اوسع نطاق كي نستمر في نشر الفيديوهات.